القصه كتحكي على واحد البنت عندها 15 عام عايشه مع با بوحدهم في الدار من اليوم اللي مات فيه امها، وكان الاب ديالها كل ما عندها في الحياه. في واحد النهار قرر الاب يمشي في رحله عمل. رجعت البنت من المدرسه وجلست تفرج في التلفازه لمده طويله، وملي وصلت 12 ديال الليل مشات تنعس وجاها واحد الحلم. وهذا الحلم كانت فيه واقفه جنب الطريق السريع، وشافت واحد الشخص، وهذا الشخص كان واقف في وسط الطريق. شافت فيه مزيان وغتصدم ملي لقاتو با كان كيحاول يغوت باش يقول لها شي حاجه، وملي ركزات سمعته قال لها ما تحليش الباب. وفاقت من الناس وسمعت الصونيت في الباب وقالت شكون كيدق. حتى واحد مرض وطلعت من الفوق ديال الباب وغيبان لها با، وغتفكر باللي قال لها ما تحليش الباب. وهنا غدا تغوت للمره الثانيه والمره الثالثه وطلباته باش يرد عليها، ورجعت ومشات للزاويه ديال الغرفه من كثره الرعب وغيغلب عليها الناس. وفاقت في الصباح وطلعت من الفوق ديال الباب، والصدمه ان با باقي كاين. وحلات الباب بشويه وهنا كانت الصدمه، شافت واحد المنظر اللي جمد لها الدم في عروقها. لقات الراس ديال با معلق في الفوق ديال الباب، وواحد الملاحظه معلقه حدا الباب مكتوب فيها هي انك